وخدها وراح على الجزيرة. وأول ما دخلوا تتصدم من الجو الرومانسي اللي معمول وكل الأجواء دي. بصيت له وهي مصدومة. كنت عايز أقولك إنك إيه يا يامن؟ لقيته نزل على ركبته قدامها وطلع علبة قطيفة من جيبه وفيها خاتم ألماظ يجنن. إيه ده؟ تتجوزيني؟ إيه؟ تتجوزيني يا ليان؟ أيوة زي ما سمعتي بالظبط. أنت بتقول إيه؟ بقولك عايزك وعايزة أتجوزك. قلت إيه؟ حتى في وضعي ده أنا ضايعة. هاخد بإيدك وارجعك لبر الأمان يا ليان. أنا عديت بحاجات صعبة، مش عارفة هقدر أكون لك زوجة بعد كل اللي حصل فيا ده ولا لأ. مش هنتجوز إلا لما تكوني مستعدة، وأنا كمان مستعد يا ليان. أنا وإنتي مرينا بحاجات صعبة ومش بسهولة هنقدر نعديها. عارف ومقدر ده كويس قوي، وعلشان كده بقولك وقت ما نستعد أنا معاكي. وطليقتك رجعت تجيبي سيرتها ليه؟ مش عايزة أسمع سيرتها. ما ينفعش أفكر فيها أو تيجي على بالي يا ليان. لو رجعت ترجع هعمل لها إيه؟ مشاعرك ليها كان في مشاعر، دلوقتي لا يا ليان. وبقولك كده علشان عايزك مراتي وإنتي تستحقي سعادتي وحبي وكل حاجة. هتستحملني؟ هستحملك يا ليان. هتقدر تداوي جروح اللي انت ملكش يد فيها؟ هكلك دوا لجروحك. مش هتزهق مني ابدا. وفضلت تعيط. وانا موافقة يا يامن. بجد يا ليان، بجد يا يامن. وراح بس ايديها ولبس ليان الخاتم وبصت للخاتم وقعدت تعيط وهو مسح لها دموعها. ليه الدموع؟ من الفرحة يا يامن. مش مصدقة نفسي اني عايشة السعادة دي كلها. انا مبسوطة قوي. حضنها وقعد يلف بيها. والله العظيم هعمل حاجة غير سعادة قلبك. بجد؟ ايوه. هنتخطب بعد ما تخلصي شهور العدة، والجواز بقى ما تتعافي من كل جروحك وتنسي كل اللي حصل فيكي وتقدري تكوني مراتي. وقتها هنتجوز حتى لو محتاجة كذا سنة علشان تكوني مستعدة معاكي. المهم يكون في حاجة تربطني بيكي يا ليان. عايزة اقولك حاجة بس هقولك عليها لما اخلص شهور العدة علشان اقدر اوصفلك كل حاجة براحتي. مش عايز. مش شرط الشفايف تقولها طالما العيون اصلا بتقولها. انا وانتي مش قادرين نقولها دلوقتي، بس يمكن عيوننا بتقولها. كل معنينا بتيجي في بعض. عندك حق. وراح مد ايده ليها وهي مسكت في ايده. اهلا بيكي في حياتي، نورتي قلبي المتواضع. قعدت تضحك وخدها وقعدوا على الترابيزه المتزوقه وكانت مبسوطه قوي. مبسوطه؟ مش قادره اوصف لك مدى فرحتي يا ايامي. وانا كمان. وراح بس ايديها. هو انا في حلم؟ لا علمي يا ليان. بجد؟ طبعا بجد. ونروح عند ورد. بعد ما طلعوا الجناح بتاعهم بصت على الترابيزه اللي عليها الاكل وحطت ايديها على بطنها. ياه، ده انا ميته من الجوع. بقولك ايه يا شبح، وسع كده علشان اكل. وجريت قعدت قدام الاكل وهو بصلها وهو مصدوم وقرب منها. طب غيري الاول. اغير ايه؟ قلبي ما يتحملش. يعني استنى ادخل علشان اغير ولا اكل؟ لا اكل وبعدين اغير. اقعد الفندق فندقك يا مجنونه. وراحت شدته وقعدته جنبها. يا راجل ما تتكسفش، ده انت دافع ومكلف. وبدات تاكل وهو كان قاعد يضحك عليها. يا ساتر كنت كيوت. راح فين ده يا هانم؟ انا اتخدعت. نعم نعم يا اخويا. لا قول كلام غير ده احسن ازعل. لا وعلى ايه؟ وكان عمال يضحك عليها. هتفضل تضحك؟ كل مالك مكسوف ليه؟ لا خالص. وخلصت اكل. مش قادره خلاص شبعت، محتاجه احبس بقى. اجيب لك شاي يا ست الحاجه؟ يا ريت شاي وتقيل كده. يا بنتي ارحميني. وقامت وقفت له. فاكرني عشان كلت هيس بقى وكده؟ مالك يا استاذ جوزي؟ ما يصحش كده خالص. ايه ده يشبح كده اعصابك يا راجل؟ مش كده. انا هدخل اغير. فين الرومانسيه واني افتح لك الفستان والحاجات دي؟ انا اتضحك عليا شكلي. تفتح لي الفستان ليه؟ مشلوله ولا مشلوله؟ الله على الرومانسيه. ماتت الرومانسيه. ودخلت علشان تغير وحاولت كتير لكن معرفتش تفتح الفستان. كان لازم اكون بلسانين قدامه. اهو منظري شبه الفار المبلول دلوقتي وانا مش عارفه. ما كنتش اعرف انه صعب كده. ايه تغيير الكائن اللي انا لابساه ده؟ فشلت وخرجت وكانت عينيها في الارض. مالك يا حاجه؟ داوود ممكن تساعدني؟ ما كان من الاول يا هانم. سوري. وراح قرب منها. يا انا مستني اللحظه دي بقالي كتير قوي. خلص يا داوود. وراح حط ايده على ظهرها. يا سافل هتعمل ايه؟ ايه يا بنتي هفكلك الفستان. مالك في ايه؟ من غير لمس. ابعد ايدك عني يا داوود. وده ازاي ان شاء الله يا بنت؟ انا لسه كاتب عليكي. ماشي يا ماما يعني اهدي كده. وراح فتح لها الفستان. غمض عينك يا قليل الادب. وطلعت تجري على جوه وهو قعد يضحك عليها. شكلها هيطلع عينه ودخل على مرار طافح. وراحت هي خرجت راسها من الباب. سمعتك يا استاذ. دخلت وقفلت على نفسها. مجنونة رسمي. غيرت وكانت مكسوفة قوي من شكلها وهو كمان غير. وخرجت له وكانت متوترة قوي وهو قرب منها. ايه الجمال ده كله؟ انت بقيتي بين ايدي خلاص. معقولة مش مصدقة نفسي؟ وانا كمان. انا بحبك يا داوود. يا اخيرا قلتيها يا ورد. وانا كمان بحبك. بحبك لدرجة عمرك ما تتوقعيها في يوم من الايام. وانا كمان بجد. وكان لسه هيقرب منها راحت طلعت هي وقفت فوق السرير. انت هتعمل ايه؟ مالك يا مجنونة؟ انت طلعت ليك في الحاجات دي يا قليل الادب؟ طلقني يا ادم. تعالى خدني. يا بنتي اهدي. وانا عملت حاجة يا حبيبتي؟
اقسم بالله انك مراتي والله العظيم. هو عشان مراتك يعني صح الكلام ده؟ نعم يا اختي. ما انا نسيت اني اتجوزت اندر ايدج. انا اندر ايدج؟ لا مفيش الكلام ده، عيب ما يصحش. وراح نزلها. طب اهدي، انا عملتلك حاجه اصلا؟ اوعدني. الا وعدك، تعالي اقولك بس. اديني الامان. خدي الامان كله. وراحت قربت منه وهو شالها. لا انت ضحكت عليا يا داود، نزلني. هفهمك انا بقى. داود نزلني، بقولك انت خدتني على اخوانا. الشرح طويل. ونرجع عند يامن وليان، كانوا مبسوطين قوي وقاعدين مبسوطين. وبعد كده خدها ورجعوا على القصر، وكانوا كلهم ناموا. وطلعت على فوق ورمت نفسها على السرير، وكانت بتبص على الخاتم اللي في ايديها. طلبني للجواز، الحلم بقى حقيقة. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير أي أحداث تانية. وتاني يوم صحي كلهم ونزلوا على تحت، وكانوا بيفطروا سوا. وتولين لحظة الخاتم اللي في إيد ليان. إيه ده جميل قوي الخاتم ده، وريني كده. وراحت مدت إيديها لتولين. جميل قوي، بس خاتم خطوبة ده مش كده؟ اتكسفت وتبص في الأرض. يا تولين، أنا طلبت إيد ليان امبارح، وكمان اتفقت الخطوبة تكون بعد الشهور العدة. إيه ده بجد؟ وفرحوا لها قوي، ويارا تفرح قوي لاختها وجريت وحضنتها. يا ندلة مش تقولي لي انا مبسوطه قوي، كنت نايمه، ده كان بالليل. ليلى بصت لهم وكانت حزينه على اسيل، بس هي عملت اللي عليها ناحيتها. ونبض وتولين حضنوا ليان. هتنوري عيلتنا الحلوه يا ليان. وروح قامت وقفت وقربت منها ليان. مبسوطه ليكم الصراحه. بجد يا طنط؟ ايوه يا حبيبتي. انا من النهارده امك، ماشي انتي ويارا. ده شرف ليا بجد. وانا ابوكي. شرف ليا. وكانوا مبسوطين قوي، وعشق ومهاب كانوا فرحوا قوي. مبروك يا حبيبتي، الله يبارك فيك يا جدو. حافظوا على بعض واوعوا تضيعوا بعض. حاضر يا تيتا. ده في عينيا اصلا. وكانوا مبسوطين قوي كلهم، قعدوا يباركوا لهم. وزين وعشق بصوا ليمن وباركوا له. الله يبارك فيك يا خالو، انت ومرات خالي. انا عايزه اتكلم معاكم. وانت كمان يا مرات خالي. طيب يا يامن. ممكن دلوقتي؟ طيب. وراحوا على المكتب وقعدوا سوا. خير يا يامن، عايز تقول ايه؟ اتكلم وقول اللي انت عايزه. انا جاي اقول لكم اولا، انا فعلا عايزه اتجوز ليان واخد رايكم. لو مش موافقين انا مستعده انهي كل حاجه بيني وبينها. ليه يا ابني؟ دي حياتك. انا مش عايزك تشوفني شخص وحش. بصعوبه قدرت اصلح صورتي في عينك بسبب موضوع ليلى، ومش عايز الصوره تتهز. بالعكس، المره دي انا شايفك صح، وشايف انك تستاهل تحب. اللي سافرت دي كانت في يوم من الايام مراتك، دي بنتي. بس انا شفت وجعك، وشفت عند بنتي وانها باعت بكل سهوله. وشفت انك كنت شاري، وعمري ما انكر ده. عملت كل اللي في ايدك علشانها. وكمان ليان بنت جميله وتستحق السعاده. صعبت علينا كلنا، والمشكله دخلت قلبنا كلنا. بجد يا خالو. بجد افرح بحياتك، انت عملت اللي عليك، هتعمل ايه تاني؟ وانت يا مرات خالي، والله بحبكم ومش عايزكم تزعلوا مني. كلامي هيكون نفس كلام زين. دي حياتك يا ابني، والحياه عمرها ما وقفت على حد. والمفروض اسيل كانت تعرف ده، لكن هي سلمت نفسها للعند. وعيش انت حياتك وتجوز. انا بصراحه ما اقدرش انكر انك انت وليان لايقين على بعض ومناسبين قوي. شكرا قوي ليكم. وحضنهم. انتوا احلى اهل، احلى خالو واحلى مرات خالو. ربنا يسعدكم يا رب. يا رب. وخرجوا بره وهو كان مبسوط قوي، وقعدوا سوا. ناويين الجواز يكون امتى؟ لسه مش محددين، لان محتاجه وقت. وانا اول ما تكون كويسه هنتجوز. عندكم حق، بلاش الاستعجال، العمر معاكم. وليان كانت مبسوطه ان الكل شجع علاقتهم. وبعد كام يوم كان في المحكمه جلسه رمزي والمحاكمه بتاعته، وراحوا ليان ويامن، والمحكمه تحكم على رمزي بالاعدام. لان كمان ظهر كذا تهمه عليه. وفرحت قوي ليان وقامت تتنطط. يامن. شوفي يا ليان، حقك جه. مش قلتلك هجيبلك حقك منه يا ليان؟ انا مش مصدقه نفسي، كنت قد الوعد ليا، انت اجمل راجل في حياتي. خرجوا وهم مبسوطين. خلصت من اسوأ كابوس في حياتي. ورجعوا القصر وكانت فرحانه. حصل ايه؟ خد اعدام يا يارا. يا سلام. مبروك، حقك وحق بابا وحق كل بنت ظلمها جه يا ليان. الحمد لله الحمد لله. ونروح عند زينة وكريم، كانوا قاعدين مع اهلهم. انا عندي ليكم مفاجأة. وقت العمليات انا عملت حاجة من غير ما اخد اذنكم. انا عملت تجميد بويضات. ايه يعني ايه يا ماما؟ يعني ممكن نحط البويضات دي في رحم ست تانية وتخلفي وتبقى ام بديلة. ايه؟ لا طبعا، لا يمكن اعمل كده، ده حرام اصلا. وبعدين ليه اعلق ست تانية بطفل جواها بيكبر، وفي الاخر اخده منها ودم ست تانية تجري في جسم ابني؟ انا مع كلام زينة، انا مش موافق. احنا نتبنى طفل احسن. الصراحة كده انا شايف ان حاجة زي دي غلط وحرام، ومش حابب نعمل كده، ومش عايز ابننا يكبر في بطن واحدة تانية. اللي يريحكم. ايوه، نتبنى طفل احسن انا وكريم. طيب، انا قلت اعرفكم، وكنت مستنيه الوقت المناسب اقول لكم فيه. كده احسن، مش حابه اعمل كده وادخل ست غريبه حياتنا الصراحه، ودمها يختلط مع ابني. وبعيد عن كل ده، الست لما بتكون حامل بيكون جواها كم مشاعر لطفلها وكميه حب كبيره لما تعيش كل اللحظات دي. واجي بعد الولاده اخده منها واقول لها سوري، ده ابني، وانت كنت شقه مستاجره لمده 9 شهور، وبعدهم عقدك خلص. فعلا كلامك صح يا زينه. انا وانت متفقين نتبنى خلاص، وهنكون مبسوطين كده.
ربنا يسعدكم إن شاء الله. وكانوا كلهم مبسوطين في حياتهم لحد ما جه اليوم اللي هينتهي فيه عدة ليالي، وكانوا بيجهزوا علشان الخطوبة. وقرب يامن منها ومسك ايديها. بكرة هتكوني خطيبتي إن شاء الله يا ليان، أنا مبسوط قوي. وأنا مبسوطة أكتر منك يا يامن الصراحة. مبسوط كده. والخطوبة أمال في الفرح هكون عامل إزاي؟ بجد مش عارف، حاسس كأني أول مرة هخطب وأتجوز. وأنا كمان يا حبيبي. وجابوا كل حاجة ناقصة وكانوا بيجهزوا لتاني يوم، وكانوا البنات بيجهزوا ليان وهم مبسوطين قوي. هتكوني خطيبة أخويا خلاص يا ست ليان. أيوة يا تولين، ألف مبروك يا حبيبتي. وجهزت وكانت زي القمر، فستانها رقيق وشيك قوي. ويامن جهز هو كمان، وكان حاسس انه اول مره يخطب وهيتجوز. مبسوط قوي انت؟ قوي يا حذيفه. حاسس كانك اول مره تخطب؟ الصراحه انا حاسس كده يا صقر. لا الوضع مختلف، ليان طلعت غير. الصراحه يا داوود. وجهز وخرج وراحوا لاوضه البنات وقرب منها. هو انا كل ما اشوفك هنبهر بيكي كده كأني اول مره اشوفك يا ليان. وانا كمان يا يامن. مسك ايديها ونزلوا على تحت في الجنينه وقعدوا في الكوشه. عقبال ليلتنا الكبيره يا ليان. يا رب يا يامن ان شاء الله. وقربت روح وسقروا معاهم الشبكة. شبكتكم يا حبايبي. واشتغلت الأغاني. ايدك يا عروستي. مدت ايديها ولبسها الشبكة كلها وهي كانت مبسوطة. ايدك يا أستاذ علشان ألبسك دبلتك. مد ايده ولبسته الدبلة. وهم مبسوطين. وقربت منهم يارا. فرحت قوي بجد ليكم، حلوين قوي مع بعض ما شاء الله عليكم. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبال ما افرح بيكي ان شاء الله. لا سيبك مني لسه بدري عليا، المهم انتوا. لا خلاص اختك اتدبست فيا. والصراحة احلى تدبيسة في الدنيا كلها. وبعد كده قاموا يرقصوا سوا. دلوقتي بقيتي ليا. وهتكوني ليا انا وبس يا ليان. يا يامن، يا لو كنت انت اول واحد وكنت ليا من الاول كان نفسي قوي في ده. وبعدين من سبق وقلتلك يا ليان مش فكرة مين قبلي، المهم ان انا في حياتك. عندك حق يا يامن. وكله كان عمال يبارك لهم وخلصت الحفلة وقعدوا سوا وهم مبسوطين. انا لحد دلوقتي مش مصدقة نفسي خالص، بقيت خطيبتك وهكون مراتك، معقولة؟ ولا انا والله. نفسي اخدك وافضل الف بيكي قدام الناس يا ليان ويشوفوا قد ايه انا فرحان بيكي. انا اكتر منك يا يامن، وكاني اول مره اتولد في الحياه، اول مره افرح احساس عمري ما حسيته. قلت لك عايز اقولك على حاجه بعد العده، كنت عايز اقولك اني بحبك. عارف يا ليان، وانا مش عارف احساسي ايه، بس اكيد ده حب وانا بحبك يا ليان. وبعد مرور سنتين